اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا جدا، افتكرتها كده وانا قاعده فقلت ايه لازم اقولها لكم. اول حاجه هي ان انا الميزان كان عامل لي هوسه. انا اول ما بدات صيام متقطع رحت اشتريت ميزان وبدات اوزن عليه، كل يوم كنت بوزن كل يوم كنت بوزن، فده هوس. طبعا هوس، لان انت مش معقوله هتخسي في يوم ولا في اسبوع ولا في شهر. الموضوع ده يا جماعه او متابعه الميزان عايزه تبقى كل فتره، يعني كل شهر كل كده. فطبعا ايه الهوسه دي عملت لي ارتباك وعملت لي توتر وضغط نفسي وكده. قلت خلاص انا هصوم صيام متقطع وبدون ميزان. انا قررت كده ان انا مش هبص للميزان، لكن برضو انا عماله برضو عايزه اطمن، طب انا بخس ولا ما بخسش. عايزه اقول لكم بعد اسبوعين بالظبط من الصيام المتقطع بلبس كده بليزر من بتوعي وتحتيه الطب بتاعه، لقيته الطب كان بيبقى ماسك على بطني، لقيته بدأ يهوي كده. فرحت جدا جدا ان انا بدأت فعلا في المقاسات بدأت تفرق معايا. بدأت احس ان اللبس بقى بدأ يتظبط معايا. كل ده يا جماعة فرق معايا قوي قوي. بدأت الاحظ بقى المقاسات. انا طبعا حافظه لبسي وحافظه مقاساته وحافظه الكلام ده كله، فبدات الاحظ المقاسات. لا ده كان ضيق، ده من هنا مش عارفه كان ايه، لا ده من عند بطني ايه، لا ده كان من الجيبه دي ما كانتش بتقفل، لا كانت بتقفل بس كانت بتبقى عامله لي بطني شويه. فقعدت حوالي شهر اتابع الميزان، اتابع المقاسات، وده كان فيه ارتياح نفسي شديد جدا 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 وتشجيع عن متابعة الميزان. فالنصيحة اللي عايزة اقولها لك النهاردة، تابعي مقاساتك ما تتابعيش ميزان، وبعد شهر وزني. طب في اوقات انا كنت بلاقي الميزان بينزل ببطء لكن بخس. طب الفرق ده راح فين؟ لما قريت برضو وفهمت وسألت وعرفت واتقصت زي ما الوعي بقى بتاع الصيام المتقطع، لقيت ان فعلا الواحد لما بينزل طالما بيعمل رياضة عضلاته الكتلة العضلية بتاعته بتزيد، فدي بتزود الوزن بتاعه شوية، لكن ما بيبقاش دهون، ما بيبقاش لحوم شحوم، لا بيبقى عضلات وعظم وكده. فده بيخلي الواحد يتخم في الميزان ويحبط ويقول لا خلاص انا ما عنتش دايت، ما عنتش عامل صيام متقطع مش عارف ايه. لكن لما بتيجي بقى تقفي كده واقفه مع نفسك بعد وعي وبعد قرايه وبعد دراسه، بتلاقي ان لا انا بخس ومقاساتي بتظبط وشكل اللبس عليا بقى مختلف تماما وبقى جميل جدا جدا جدا، لكن الكتله العضليه بتزيد. ده انا ماشيه في طريق صح. فما تتابعيش الميزان، تابعي مقاساتك، تابعي مقاساتك. وعشان كمان تتشجعي هاتي حاجه كده مستحيل كانت تدخلك قبل كده او شكلها فظيع عليكي وانت لابساها قبل كده وضيقه وهتتقطع، حطيها تارجت ليكي ان انت ان شاء الله تلبسيها وتبقى كويسه عليكي وتبقى مظبوطه. فده تارجت بالنسبه لك. يا رب توصلوا لامالكم وتوصلوا اللي نفسكم فيه وتحققوا كل احلامكم ان شاء الله مع الصيام المتقطع، وتوصلوا لصحه جيده. دي اهم نقطه، لا بالشكل ولا بالمنظر ولا باللبس ولا باي حاجه. خدوها قاعده كده، صحتك ثم صحتك ثم صحتك، ده هدفك الاساسي. واتوكلوا على الله وادعوا ربنا كتير واعملوا اللي عليكم وخدوا بالاسباب، واضمن لكم ان شاء الله ان شاء الله ان انتوا تخسوا. وما تنسوش تتابعوا الفيديوهات ولايك وشير واشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتعليقاتكم حبايب قلبي. عايزه تعليقاتكم اللي بتفرح قلبي وبتسعدني. بحبكم جدا 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 ومع السلامه.